السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله انا جاي اقدم معاكم وصفة من وصفات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة رابع يوم في رمضان. هقدم معاكم الزبادي. وصفة حلوة وطبعا ما بنستغناش عنها في السحور. يا رب تعجبكم الوصفة وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. من كيلو حليب عمل لي 8 كاسات كبار، كمان حلو قوي. بنشتريه طبعا بيكون اوفر واحسن من طعم بره، كمان بيكون زي الطبيعي بالظبط. بس اتبعوا الخطوات بتاعتي وان شاء الله هتعملوا احسن زبادي في البيت. ويلا نبدأ الوصفة ونسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا جبت طبعا كيلو حليب زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا استنيت لغايه ما فك خالص، طلعته من الديب فريزر وحطيته لغايه ما فك. ودلوقتي هاغليه بقى. لازم تغليه. اوعى ما يعني، في ناس ممكن تقولك لا نسخنه وخلاص واعمل زبادي، لا، لازم تغليه عشان اولا يبخر الميه اللي فيه زي ما انتم شايفين. بسيبه كده يتبخر لو فيه اي ميه ولا اي حاجه. تاني حاجه لو في اي بكتيريا لازم طبعا بتغليه كده تقوم تموت البكتيريا اللي هو في اللبن او الحليب. هسيبه يغلي شويه كده على البوتاجاز لغايه بس ما يبخر الميه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بتبقي يعني مخليه، مش ما بتعليش عليه عشان ما يفرش على البوتاجاز. دلوقتي خلاص انا طفيت عليه وهسيبه بقى لغايه ما يبرد خالص، او لغايه ما يبقى زي دمع العين كده. بيبقى يعني ما تحط صبعك فيه يعني ايه، ما يلسعكيش، لا يعني يبقى كويس. وطبعا بتسيبيه كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا هو لسه سخن زي ما انتم شايفين، البخار طالع منه. هسيبه بقى لغايه ما يبرد. شايفين هو كده بارد. حطي صابعك فيه كده وعدي لغايه من 7 او لغايه 10. يعني مش ما ادام صابعك ما فيش ما تلسعش ولا اي حاجه، يبقى احنا كده تمام. هبدا اقلب القشطه اللي على الوش دي. طبعا لو عايزاه خالي الدسم ممكن تشيلي القشطه اللي على الوش دي. لا انا طبعا بسيبها عليها عشان ايه، احنا هنا بنحبها. وعايزه تعمليه بقى في الخلاط، عايزه تعمليه بالهاند بلندر، عايزه تعمليه بالمضرب السلك العادي، مفيش اي مشكله. التلاته بيديكي نتيجه واحده. دلوقتي انا جبت 3 كوبش كده لبن، يعني تقريبا حوالي كوبايه. وجبت زبادي يعني طبيعي من اللي هو بيبقى في المحلات، بيبقى احسن من جهينة والمراعي وكده. بيبقى حاجة طبيعية وبيبقى طعمه احسن بصراحة. وانا عايزاه بيبقى زي يعني بيبقى طبيعي كده. انا احب اللي هو الطعم الطبيعي. طبعا لو انت بتحبيه مسكر ممكن هتضيفي له معلقة او معلقتين سكر، لكن احنا بنحبه هنا كده يعني ايه، سادة، ما بنحبش عليه سكر. في ناس بتحط سكر او عسل، لا انا بحبه كده يعني ايه، من غير سكر او عسل. طبعا بتقلبيه كويس قوي بالمضرب، او لو زي ما قلت لك بتحطي كوبايه برضو نفس الطريقه، سواء في الهاند بلندر او سواء في الخلاط. لازم تحطيهم يعني ايه، لازم ينضرب كله مع بعضه كده. وطول ما هو فيه كتل لسه من الزبادي اللي انا حطيته، الكوبايه اللي انا حطيتها لازم تسيح خالص، او يعني تبقى ميكس كده مع اللبن او الحليب يعني. دلوقتي خلاص كده قلبته كويس قوي. وبعد كده بنزله في الحله، وبرده بقلبه تقليبه كويسه قوي عشان يبقى كله يختلط مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى اصبه في الكوبايات. اهم حاجه ما يكونش بارد قوي، ولازم تكوني غاليه قبلها. دلوقتي انا جبت الصينيه دي او القالب ده عشان احطه فيه الكوبايات، وهقول لكم ليه دلوقتي هبدأ بقى اجيب انا قلبته كويس زي ما انتم شايفين كده في الحلة. بعد كده هجيب بقى الكاسات بتاعتي وابدأ احط بالكبشة كده. وهتحطي بقى هتحطي واحد واحد كده وتحطيه في الصينية او في او في حلة او في القارب. المهم لازم تحطيه في حاجة تكون غويطة، وهقولك ليه دلوقتي. تمام. وصفة سهلة جدا جدا وتعمليها في البيت هتبقى احسن بكتير جدا ما تشتريه من بره، واوفر وانضف وكل حاجة. يعني كيلو بس عمل لي 8 كاسات مرتاحين زي ما انتم شايفين. يعني الكاس عندي يمكن هو مش باين قوي في الكاميرا بس هو كبير.
هقولك ليه بقى انا جبت القارب ده، عشان احط فيه ميه سخنه. لازم تكوني مسخنه ميه، ما تكونش بتغلي، بس تكون ميه سخنه جدا زي ما انتم شايفين كده. وهتحطيها بعد ما تصبي الزبادي زي ما شفتوا كده. تفضي الميه بتبقى حوالي ربع الصينيه، سواء بقى حله او قارب او صينيه. كل سيان يعني كله بيدي نتيجه واحده. ولازم تغطيه بستريتش راب او بتغطيه بفوطه، لازم تغطيه طبعا علشان يتماسك. وبعد كده بتكوني مسخنه الفرن بتاعك، سواء كان الميكروويف او الميكروويف بتاعك او الفرن الغاز او الكهرباء. لازم تكوني مسخنه الفرن بقى وتحطيه فيه لغايه حوالي 4 ساعات، وبقى من 4 ل6 ساعات يعني. يعني ممكن وانتي بتجهزي الفطار كده تكوني بتعمليه جنبك، ما بياخدش حاجه خالص. وبعد كده بعد الفطار تقومي تحطيه في التلاجة لغاية السحور. طبعا هو متغطي برضو عشان يتماسك اكتر. هو طبعا مجرد انتي غطيتيه بالفوطة او الاسترتش وحطيتيه في الفرن، خلاص كده هو بيتماسك بعدها. يعني ال4 ساعات كفاية ان هو بيتماسك، ولكن لما بتحطيه في التلاجة بيتماسك اكتر طبعا. تمام كده. بعد كده هاخده بقى واوديه على الفرن دلوقتي، علشان طبعا انا مسخنه الفرن جاهز يعني اهوت. هو كده سخن يعني انا خلاص يعني كده انا طفيته وسايباه بقى عشان يتماسك جواه ال4 ساعات. وبعد كده ممكن بعد الفطار بقى تحطيه في التلاجة لغايه السحور، هتلاقيه زي الفل. شايفين على السحور اهو، ولا يعني انا قلبت قدامكم الكاس ما ولا وقع ولا اي حاجه خالص، ما تكبش منه اي حاجه. شايفين متماسك ازاي وطالع في المعلقه جميل. يمكن الكاميرا كمان مش مدياله حقه لان ظاهر من بعيد كده، كان التصوير برضو مش عاجبني، بس هو يعني ايه طالع حلو جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت. شايفين بقلبه شمال يمين زي الفل زي ما انتم شايفينه معايا. يا رب الوصفه كده تكون عجبتكم، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات يا حبايبي، لان ارائكم بتهمني جدا. واذا عجبتكم الطريقه بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتدعموني كده بارائكم الجميله اللي دايما بتفرحني. وان شاء الله هنعمل مع بعض زبادي الفراوله بعد كده. ويا رب اشوفكم في احسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.